من شهرين بس كان وزني 87 وكانت نسبة الدهون عندي 36%، يعني كانت تقريبا 27 كيلو، وكان ده أعلى رقم في حياتي. وللأسف كنت باخد علاج ضغط وكنت باخد علاج كوليسترول وكنت باخد علاج دهون ثلاثية بلس الفيتامينات والمسكنات وباسط العضلات والأدوية بتاعة مضاد التورم، وكنت بعيش حياة صعبة رغم إني عايش لايف ستايل بسبب مشكلة قديمة حصلت زمان لدواء غلط كنت استخدمته وأنا صغير. بس لما وزني زاد كنت بعاني من كل المشاكل دي وكان الموضوع صعب جدا. بفضل الله ثم بالإبرة دي وصلت للفورمة دي، والنهاردة 73 و600 جرام والدهون 16. أول مرة أوصل للرقم ده فحسيت إن أنا راضي جدا وكويس جدا، واللهم لك الحمد. مش باخد أي أدوية غير ممكن مكملات غذائية زي الفيروجلوبين أو الأوستيوكير على فترات، وأوميجا 3 بانتظام، وممكن زنك عشان بحبه، وبشرب جنبهم مية كتير. واللهم لك الحمد ماشي الحال. كل اللي طالبه من حالات السمنة إنهم لازم لو عايزين يتغيروا فدي الحل اللي هيساعدهم. الابره اللي قلت عنها في فيديو قبل كده ان هي بتسد النفس وبتكرهك في الاكل كله، كمان بتعلي الحرق وبتحرق الدهون الثلاثيه، كمان هتساعدك في ان النزول يكون من الدهون فقط. بس كل اللي مطلوب منك جنبها تشرب ميه كتير، معلقه عسل نحل الصبح وبالليل، وبناخد لزقه بي 12 او فيتامين بي 12 سواء كان اقراص او سواء كان امبولات او ممكن اللزقه اللي تحت اللسان. وطول ما بتقسم اكلك على كذا وجبه فكده كده هتاكل عينات، فهتطبق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لقيمات يقمن صلبه. ده لو انت عايز تتغير. يلا تعالى هنجرب الابره دي، والنهارده انا هاخد الجرعه اللي عليها الدور. بس قبل ما اخد الجرعه ما ينفعش الاطفال يشوفوا الفيديو ده عشان بس يبقى بنطبق كل الشروط والاحكام. شكه بسيطه خالص، ما حسيتش بيها خالص، وصلت بيها للفورمه دي والدنيا كلها بقت كويسه وما تعبتنيش في حاجه، حتى مش بصدع، مش بتعمل ارق واكتئاب، وبتظبط فورمه بسرعه جدا. لازم تجربوها وهتدعوا لي. وخلاص بقت موجوده في اسكندريه خلاص، عشان مش لازم نسافر لها مخصوص. كل اللي عايزها بس يجينا او يطلبها وهي هتوصل له. عاملين عروض وعاملين خصومات 25% بمناسبه السنه الجديده، وكمان الخصم مكمل لحد اول يوم في العيد الصغير. يعني الخصم معانا من دلوقتي لرمضان كله، والناس اللي جربتها لازم تكتب رأيها في الكومنتات. اتشجعوا وخلوني القدوة بتاعتكم في انكم توصلوا، ومعاكم ان شاء الله لحد ما نوصل لفورمة احسن من دي كمان. اشوفكم في فيديو جديد.